في قصص بنسمعها بنقول دي خيال، بس اللي هنحكيه دلوقتي حصل بجد، واللي حصل فيها قلب حياة بنت. لو مستعد تسمع الصدمة خلينا نبدأ. صاحبة القصة بتقول: أنا اسمي نهى، عندي 29 سنة، اتجوزت كريم من 4 سنين. جوازنا كان تقليدي، بس مع الوقت اتعلقنا ببعض، أو على الأقل ده اللي كنت فاكرة. كريم كان راجل محترم في نظر الكل، شغله ثابت، شخصيته هادية، وبيظهر قد إيه بيحبني. لكن من فترة بدأ يتغير، بقى ساكت دايما، موبايله في وضع الطيران طول الوقت، وكل ما أسأله يرد بجملة واحدة: الشغل ضاغط. مش لازم تكبري الموضوع يا نهى، بس قلبي ما كانش مرتاح. وفي يوم قررت أتابعه. قال إنه عنده شغل متأخر، وأنا قلت في سري فرصتي أعرف الحقيقة. نزلت ورا عربيته ومشيت وراه لحد ما وقف في منطقة مش غريبة عليا، كانت قريبة من بيت ماما. قلبي بدأ يدق بسرعة. ليه رايح هناك؟ وقف عند عمارة وطلع ووقف قدام باب شقة ماما. أنا اتجمدت، بس اللي شفته بعد كده كسرني حرفياً. ماما فتحت له الباب وابتسمت ودخل، والباب اتقفل وراهم. كنت هتجنن، فضلت يومين مش عارفة أنام، مش عارفة أفهم. وفي الآخر رحت لماما وسألتها السؤال اللي رعبني: هو كريم متجوزك؟ سكتت وعينيها دمعت وقالت لي جملة قلبت كياني: هو فعلا متجوزني، بس قبل ما يتجوزك. قالت إن الجواز كان على الورق، وإنه كان عايز يخبي حاجات عن الميراث، وهي كانت محتاجة ضمان. أنا ما سمعتش باقي الكلام، كنت حاسة إن الأرض بتتهز تحت رجلي. واجهت كريم واعترف بكل حاجة. قال لي إنه بيحبني أنا، وإنه ندمان، وإنه اتورط. بس في اللحظة دي الحب ده ما بقاش له طعم. أنا مشيت، مش علشان اتخدعت مرة، لأ، علشان اللي خني مش غريب، دي كانت أمي. لو كنتوا مكاني هتسامحوا؟ ولا الخيانة لما تيجي من أقرب الناس ما فيهاش رجوع؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات، ولو عندكم قصة أغرب احكوها، يمكن نعرضها في الحلقات الجاية من حكاية ورا كل باب. وفي نهاية القصة لو حابب تسمع قصص تانية اعمل لايك واشتراك للقناة عشان تعرف حكايات تانية كتير مستخبية ورا كل باب.